لما بتفتح منصة التداول وتشوف سهم قابل مثلا ب 230 دولار، هل سألت نفسك قبل كده مين اللي قرر إن السهم ده يسوى الرقم ده بالظبط؟ يعني هل في جهة بتحط السعر ده ولا بيطلع وبينزل كده لوحده بشكل عشوائي؟ الحقيقة إن مفيش حد بيقرر السعر بيتكون بشكل طبيعي من خلال صراع بين ملايين من أوامر الشراء والبيع اللي بتحصل في كل ثانية، وده اللي بنسميه آلية اكتشاف السعر أو البرايس ديسكفري ميكانيزم. أول حاجة، السوق شغال دايما على مبدأ العرض والطلب. يعني إيه؟ يعني ببساطة فكر في السوق زي أي حاجة في حياتنا. لما الطلب على منتج معين بيبتدي يزيد بشكل كبير والسلعة دي أو المنتج ده بيكون محدود، لازم سعر المنتج ده يبتدي يطلع. ولما الطلب بيقل والعرض بيزيد، السعر لازم ينزل. نفس المنطق ده هو اللي بيحصل جوه أسواق الأسهم الأمريكية. كل ثانية في ناس عايزة تشتري وناس عايزة تبيع، وكل واحد فيهم بيحط أمر بالسعر اللي هو مستعد يدفعه أو يقبله. يعني في واحد بيقول لك مثلا أنا عايز أشتري سهم تسلا ب 240 دولار، وواحد تاني بيقول لك أنا هبيع بس لما يوصل ل 242 دولار. الفرق بين الرقمين دول بنسميه السبريد، وأول ما المشتري يوافق يشتري بسعر البائع، الصفقة هنا بتتنفذ والسعر الرسمي للسهم بيتحدث فورا.